كان الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى محبا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وللصالحين. الشيخ الشعراوي كان كلما سافر إلى السعودية حرص على استثمار أوقاته في زيارة المسجد النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام. وذات مرة أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارا سياسيا بسحب البعثة الأزهرية التي كان الشيخ رحمه الله تعالى يترأسها، فحزن الشيخ حزنا شديدا لأنه لم يتمكن من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك اليوم وعلى إثر هذا القرار قرر الشيخ الشعراوي قبل أن يغادر السعودية أن يؤدي زيارة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم، وسافر من جامعة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ليقف في المواجهة الشريفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى بكاء شديدا، ثم صلى ركعتين وجلس في الروضة الشريفة فأخذته سنة من النوم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا وهو يربط على كتفه ويقول له: لا تحزن يا شعراوي فإن لنا بابا بمصر وهو الحسين. فقام من نومه فرحا سعيدا وظل يردد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرر بعد عودته إلى مصر زيارة مسجد الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبالفعل عند وصوله إلى المسجد لاحظ أن عقارا جديدا يبنى أمام مسجد الحسين، فقرر أن يشتري به شقتين، إحداهما في الدور الثاني والثانية خصصها لطهي الإطعام